السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه اللي صراحه سهله وفي متناول الجميع وكتوجد دغيا. هنا نقدروا نديروها لوليداتنا بالنسبه للمدرسه، ولا نديروها للعمل ديالنا، ولا وصفات ديال العشاء ولا الغداء. المهم كل واحد يقدر يستعملها الوقيته اللي بغا. هنا البنات غادي نحتاج واحد الخمسه ديال الحبات ديال البطاطس اللي يكونوا متوسطين، وغادي ناخذ هاد الحكاكه وغنحكهم في هاد الحكاكه في هاد الغليظه. دونك نبداو على بركه الله. غنستمر البنات بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال البطاطس كامله ان شاء الله. الا بغيتو زعما ديروا شي كميه اكثر من هذه يمكن لكم، كل واحد يدير على حسب الافراد ديال الاسره ديالو. البنات هنا من بعد ما بشرت دوك الحبات ديال البطاطا اللي عندي هنا واحد 4 الحبات ديال البيض اللي غادي نهرسهم وغنضيفهم هنا. بسم الله. وغادي نضيف كذلك العطريه ديالي. بالنسبه للعطريه البنات غادي ندير الملحه، واحد معلقه صغيره ديال الملحه. غندير كذلك واحد نص معلقه صغيره ديال البزار. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال البصل المجفف، وكذلك واحد نص معلقه صغيره ديال الثوم المجفف او الثوم بودره. غنضيف معلقه كبيره ديال الاعشاب هنا داك بوكي غارنيه ولا اعشاب العطريه، ولا المهم ما عندكمش الزعتر الازير ديما كنقولها. الا ما عندكمش اكتفيو غير بالقزبر ومعدنوس مفرومين. وغنضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الربيع مقطعه دونك على هذا الشكل. وغادي نخلط البنات هاد المكونات جيدا مع بعض. دونك غندوز من بعد ما خلطت هاد المكونات غندوز باش نوجد البنات الانيه ديال الفرن. اللي ما بغاش يديرهم في الانيه ديال الفرن ولا باش ما بغاش يديرهم في الفران يقدر البنات يدير هاد الوصفه غير في مقله وكتصدق حتى هي زوينه. دونك على هذا الشكل بعد ما خلطت هاد المكونات جيدا غادي نتركهم على جنب وندوز باش نوجد الانيه ديال الفرن. البنات انا وجدت الانيه ديال الفرن اللي غادي نفرغ فيها الخليط ديالي. كيف قلت لكم غنديرها بحجم عائلي، نتمنى يكون كيبان لكم هنا. وغادي نفرغ هاد المكونات اللي عندي. وغادي نحاول البنات نبسطها باش تجي بشكل متساوي. كيف كنعرفوا ديك بطاطا كتطلق ديك الماء ديالها ولا ديك والنشا ديالها. دونك في هذيك الماء ديال البطاطا وديك البيض هي اللي غابه فاش غطيب لينا هاد الخليط اللي درنا. دونك هنا من بعد ما بسطناها البنات انا الفرن ديالي درتو يسخن وغادي ندوز باش نوجد العناصر اللي غادي نديرهم الفوق ديال هاد الطبقه الاولى. دونك ندخل الطبق ديالي بعدا الفران طيب الطبقه الاولى ديال البطاطا ونعاودو نتلاقاو. البنات هنا ديك البطاطا ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران انا مبغيتش نقيسها باسكو مازال سخونه،
جات على هذا الشكل. هنايا البنات خديت لي نوغات اللي درتهم قليتهم شويه في الزيت وقطعتهم هكا مكعبات صغيره وغادي نرشهم كطبقه هنايا من الفوق. هنا البنات اللي ما عندوش هاد لي نوغات يقدر يدير طون، يدير كفته، يدير دجاج، يدير اي حاجه بغا، راه حتى هما كيجيو زوينين. انا صراحه جربتها شحال مره بالطون وبالكفته، دونك اليوم قلت قررت نديرها هكا. بقى عندكم الدجاج ديال شي مريقه طيبتوها، دونك اي حاجه نحاولوا نستغلوها. دونك على هذا الشكل ونحاولوا نوزعوا هنا من الفوق. كتجي هنا هذه الطبقه ديال الطبقه اللي كتجي فوق من البطاطا. وغادي ناخذ كذلك البنات هنا الجبن موتزاريلا اللي بشرتو وغادي نرشو حتى هو بدورو من الفوق. دونك على هذا الشكل. وهنا البنات غادي نحاول نعاود ندخل هاد الانيه ديال الفرن ديالي للفران مره ثانيه بما يذوب لي هاد الفرماج، بما ان البطاطا طابت وهذوك لي نوغات ديجا طايبين، غير يذوب لي الفرماج ونقدمها ان شاء الله البنات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكغاتان ديالنا اللي درنا ببطاطا. كيف قلت لكم تقدروا ديروا غير الطون من الفوق، اللي بغى يدير لاصوص طوماطي ديالها. هنا هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما طابت، عفوا من بعد ما داب ديك الفرماج اللي درنا. كيجي على هذا الشكل صراحه كيجي بنات لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، وكيف شفتوا راه ساهله وفي متناول الجميع كتوجد دغيا. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي والضغط على جيم وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم على الدعم ديالكم متواصل، شكرا على التشجيع ديالكم، وشكرا على لي كومونتير زوينين اللي كيوصلوني من جهتكم، الله يخطيكم عليا. وحاجه واحده اخرى قررتها في هذا ابتداء ان شاء الله من الفيديو المقبل، ما غنبقاش نقول سلام البنات، غنولي نقول سلام لا فامي، حيت لقيت شي دراري كومونتين كيقولوا لي راه ما كاينينش غير البنات بوحديتهم. دونك من هاد اللحظه غنبدا نقول سلام لا فامي وشكرا لا فامي. دونك شكرا لكم، حنا بصح ولينا عائله وحده بالدعم ديالكم وبالتشجيع ديالكم، الله يخطيكم وخليتكم في امان الله. والى وصفه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.